السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. انا اختكم ام حبيبة لاول مرة اطلع معاكم ان شاء الله، مش هتكون اخر مرة باذن الله. انا هقدم لكم محتوى ان شاء الله كده عن الارياف باذن الله. انا عايشة في الارياف ودي حياتي اللي عايشة فيها، فان شاء الله عايزاكم تدعموني كده عشان اكبر بيكم باذن الله وما تكونش الاخر مرة اطلع معكم. انا مش عارفه اتكلم واقول ايه بصراحه، انا مش متعوده يعني وكده. ده جو الارياف عندنا، وكل حاجه ان شاء الله هصورها لكم اول باول باذن الله. استني مني فيديوهات كتيره، بس الاول مره اللي انا اعمل لكم فيديو كده، فحبيت اوريكم المنظر الحلو ده كده وتتفرجوا عليه وتستمتعوا معانا. فيا رب يا رب المحتوى اللي انا هقدمه لكم يعجبكم باذن الله، وتتبسطوا وتستفيدوا ان شاء الله معايا. سامحوني لو كنت باخد وقت في الكلام وكده، بس عشان خاطر والله ان انا مش متعوده عشان التصوير يعني وكده، فهاخد معكم وقت، بس ان شاء الله معاكم فان شاء الله هبقى احسن واحسن باذن الله. فشجعوني بقى وصلوا على النبي، كتروا من الصلاه على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد. شايفين الوزيات يا جماعه؟ شايفين الوز عامل ايه؟ الوز بيحب الخضره. ده برسيم اللي عندنا بنوكله للمواشي وكده، يعني البهايم، وبيحب على طول في الخضره كده كده ياكل. تمام، يعني هو يعتبر عايش على الخضره، بيحب على طول يسرح كده في الخضره وياكل ربيع، ياكل جراوي، يعني الكلام ده كله. يمكن في حد هيستغرب الكلام اللي انا بقوله، اللي هو الاسامي الربيع والجراوي كده، بس احنا عندنا في الارياف بنقول كده. دي شجرة تينة، دي تينة حمرا دي، ودي برتقانة، ودي المكنة اللي بنسقي منها الأرض. ده كده لما بنحضرها بنطلع مية كده ونروي الأرض منها. تمام، إن شاء الله هعمل لكم فيديو برضه وهي شغالة كده، وتشوفوا الحياة على الطبيعة. تمام، وهنا نخيل وحاجات جميلة يعني، والله ربنا يزيد ويبارك يا رب. ده قصب، ده اللي مزروع يا جماعة، قصب. تمام، شايفين القصب كله بيطلع كده. احنا والله مش بنزرعه، هو بيطلع كده من عند ربنا يعني، عشان العيال تاكل وتفرح. وده كله ده نعناع. النعناع شايفين النعناع مال الدنيا ازاي. النعناع بالصلاة على النبي بيسرح، بيملى الدنيا كلها. احلى ما فيه ان هو بيسرح، بيخلي حتة الارض اللي انت قاعدة فيها هتشمي ريحة النعناع على طول. ماشي يا حبايبي، كله ده نعناع، كله ده نعناع. كل الحتة دي يعني ان زرعتي حبة صغيرة، فرع واحد بس كده هيملالك الدنيا، هيسرح لك يملالك الدنيا. بس يا ريت تشجعوني وتصلوا على النبي.